يا صباح الفل. النهاردة هنحضر مع بعض الفطير المشلتت او الفطير الشرقي باسهل طريقة فرد ممكن تجربوها. الطريقة بتاعت النهاردة بسيطة جدا، اي حد يقدر يعملها حتى لو لسه مبتدئ او اول مرة يجرب ان هو يعمل فطير. فالطريقة بسيطة وسهلة جدا، وبجد النتيجة هتكون في منتهى الجمال. فطير مورق وطري جدا، وهنشوف مع بعض التسوية المظبوطة للفطير. يا ريت نعمل لايك للفيديو، ولو جداد على القناة نشترك فيها او نضغط على كلمة سبسكرايب اللي تحت الفيديو، ونفعل الجرس علشان دايما يوصلنا اشعار بكل وصفة او اي فيديو جديد. ويلا بينا نبدأ ونشوف الطريقة مع بعض. وعلشان نحضر الفطير النهاردة مع بعض مش هنحتاج غير 3 مكونات بس. كل اللي هنحتاج نص كيلو من الدقيق، معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من السكر. طبعا لو عايزين نضاعف الكمية هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. اهم حاجة لازم ناخد بالنا من نوعية الدقيق. لازم يكون نوع الدقيق اللي هنستخدمه ينفع ان احنا نعمل بيه فطير، ودي حاجة لازم نتأكد منها قبل ما نشتري الدقيق. لازم نبقى متأكدين ان الدقيق ده ينفع يتعمل بيه فطير، لان انواع كتير من الدقيق ما ينفعش طبعا ان احنا نستخدمها في الفطير، مثلا زي بتاع البسكوت او الدقيق اللي بنستخدمه في الكحك والحلويات او الكيك. فلازم ناخد بالنا من نوعية الدقيق لانها فعلا بتفرق جدا. لازم يكون الدقيق اللي احنا هنستخدمه ده ليه عرق علشان تكون معانا عجينة الفطير مظبوطة تمام. كل اللي احتاجته او استخدمته النهاردة نص كيلو من الدقيق. طبعا بنضيف المية بالتدريج، يعني احتاجت تقريبا كوباية ونص من المية. والمية طبعا بترجع على حسب نوعية الدقيق اللي احنا بنستخدمها. بنضيف المية بالتدريج لحد ما نحس ان العجينة خلاص مش محتاجة مية خالص. اهم حاجة بقى نعجن العجينة كويس جدا، ودي اهم خطوة واهم حاجة في الموضوع كله. لازم نعجن عجينة الفطير كويس، يعني مدة كده لا تقل عن 10 دقايق عجن متواصل او ربع ساعة. يعني كل ما بنعجن عجينة الفطير كويس كل ما بناخد نتيجة افضل، وكمان الفطير بيطلع ناجح جدا معانا تمام. لو هنعجن في عجان بالظبط هتاخد معاكم 10 دقايق، لو بايديكم فالعجينة هتطول شوية علشان تتعجن معاكم كويس. طبعا العجينة بتاعة الفطير بتكون طرية جدا معانا، يعني بتكون فيها سنة تلزيق بسيط جدا. بنعجن العجينة بتاعة الفطير كويس. لو احنا حابين ان احنا نضاعف الكمية نص كيلو دي اللي احنا استخدمناه النهاردة هيعمل لنا فطيرتين بحجم صغير. لو حابين نضاعف الكمية ونعمل مثلا 2 فطيرة بحجم كبير يبقى هنستخدم كيلو من الدقيق، وهنضيف عليه معلقة كبيرة من السكر ومعلقة برضو صغيرة من الملح. اهم حاجة زي ما قلت لكم سواء الكمية كبيرة او صغيرة نعجن العجينة كويس. بعد ما بنعجن عجينة الفطير بقى بنبدأ ان احنا نسيبها ترتاح، اقل حاجة نسيبها نص ساعة. كل طبعا ما سيبنا العجينة ترتاح اكتر كل ما بقى افضل، وكمان بتتفرد معانا بكل سهولة. يعني هي ما فيهاش خميرة طبعا ان هي تخمر، لكن لازم انك تسيبيها ترتاح علشان تتفرد معاكي بكل سهولة. بنسيب العجينة ترتاح، بس مهم جدا ان احنا نحط عليها شوية كده من الزيت حلوين، يعني نغلف العجينة بشوية زيت كده محترمين، علشان الزيت بيساعد جدا ان العجينة ترتاح معاكي اسرع، وفي نفس الوقت بيكي نتيجة حلوة كده. العجينة بتبقى طرية وناعمة جدا لما بنضيف شوية الزيت دول تمام. بعد ما سبت العجينة بقى ارتاحت شوية، يعني سبتها تقريبا نص ساعة، بدأت ان انا اخدها وقطعتها كده على 4 كور كبار. طبعا كل كورت من دول هيكونوا فطيرة، يعني احنا هنعمل زي ما قلت لكم من نص كيلو دقيق فطيرتين صغيرين. فهنعمل العجينة بتاعتنا دي على 4 كور، كل فطيرة هتاخد كورتين. بنبدأ ان احنا كده نقطع العجينة ل4 كرات. تقريبا بيكون حجمهم متساوي بالشكل ده. بعد ما بنقطعهم بقى كده بنبدأ ان احنا ندهنهم او نغلفهم كويس جدا بالزيت، وبنسيبهم برضو يرتاحوا تاني. يعني دي اهم خطوة ان احنا نريح العجينة بتاعت الفطير كويس. بعد ما بنعجنها بنريحها شوية، وبعد برضو ما بنقطع العجينة لكرات برضو بنسيبها ترتاح شوية، يعني تقريبا بنسيبها ربع ساعة كده. دلوقتي بقى بعد ما سيبنا العجينة ارتاحت هنحتاج 150 جرام من السمنة. ممكن نستخدم سمنة بلدي او سمنة نباتي على حسب ما انتوا حابين، يعني اي حاجة متوفرة عندكم او اي نوع سمنة انتوا بتفضلوه. كمان ممكن نستخدم زبدة وسمنة، او تكون يعني الكمية دي
نصها زبدة والنص التاني سمنة، او زبدة وزيت او سمنة وزيت على حسب ما احنا حابين. بس طبعا من الافضل ان هي تكون يا زبدة يا سمنة علشان طبعا ناخد نتيجة احسن. تمام. بعد ما ريحنا العجينة بقى كويس شوية، بنبدأ بقى ناخد اول كده من كرات العجينة اللي احنا عملناها دي وبنفردها كويس جدا. واثناء ما احنا بنفرد العجينة بنحط كده شوية من السمنة، طبعا بنحط كمية يعني حلوة ان هي تورق لنا الطبقات اللي احنا بنعملها دي للفطير، وفي نفس الوقت ان هي تساعدنا ان احنا نفرد العجينة بتاعة الفطير كويس. تمام. بنحط كده شوية كده من السمنة كويسين. حاجة بقى هتلاحظيها كده وانت بتفردي الفطير، لو سبت العجينة ترتاح هتلاقي العجينة بتتفرد معاكي بكل سهولة. يعني كل ما سبتي ارتاحت كويس كده وعطيتيها الوقت الكافي ان هي ترتاح، هتلاقيها مش بتتعبك خالص وهتتفرد معاكي بسرعة جدا. تمام. طريقة الفرد بتاعت النهاردة هتلاقيها بسيطة جدا، يعني مش هتاخد معاكي وقت خالص. ممكن تعملي 50 فطيرة بالطريقة دي، بسيطة ومش بتاخد وقت ولا مجهود، يعني مش هتتعبي خالص وانت بتحضري الفطير ده. كل اللي بنعمله بعد ما بنفرد اول كرة من العجينة كويس وبنعملها زي ما شفنا كده، بنبدأ نفرد الكرة التانية وبنبدأ بقى نحط الكرة اللي احنا فردناها الاولانية او الفطيرة اللي احنا فردناها الاولانية في قلب الفطيرة التانية بالشكل ده. بعد ما بنحطها جوه من الفطيرة بنبدأ نلم الفطيرة وبنسويها كويس جدا زي ما احنا شايفين كده. بنعمل الفطيرتين بالشكل ده او بنفردهم بنفس الطريقة زي ما شفنا. لو تلاحظوا الطريقة مش بتاخد اي وقت خالص. طبعا لو هنعمل كمية اكبر من كده هنحضرهم برضو لما فردت الفطيرتين بدأت ان انا المهم بالشكل ده، واحاول ان انا الم الفطيرة كده من تحت والم الاطراف علشان تبقى متساوية معانا. دلوقتي هنجيب بقى الصينية اللي هنسوي فيها الفطير وبنبدأ ان احنا ندهنها كويس بالسمنة بالشكل ده. بعد كده بنبدأ ان احنا نحط الفطيرة كده في الصينية وبندهنها كويس جدا بالسمنة. وبعد كده بنبدأ ان احنا نفرد الفطيرة كويس. بس اهم حاجة بنسيبها برضو ترتاح كده قبل التسوية، يعني بعد بنلم الفطيرة وبنفردها كويس بنبدأ ان احنا نسيبها ترتاح قبل ما نسويها كده 10 دقايق. بعد كده بتفرديها في الصينية عادي خالص وبنبدأ ان احنا نسويها. بعد ما ريحت الفطيرتين سبتهم 10 دقايق كده، بدأت ان انا افردهم بالشكل ده. بنفرد الفطيرة كويس جدا وفي نفس الوقت ناخد بالنا ان منفردهاش زيادة عن اللازم
عشان متبقاش رقيقة معانا، نلاقيها نشفت معانا اثناء التسوية، او الفطيرة نفسها تكون ناشفة معانا مش طرية. تمام. فلازم ناخد بالنا كده واحنا بنفرد الفطيرة ونخلي سمكها كده متوسط، او نلاحظ السمك بتاع الفطيرة كده بعينينا، ونحاول بقدر الامكان ان الفطيرة تكون مظبوطة. تمام. بعد بقى ما بنفرد الفطيرة بندهنها برضو دهنة كده حلوة من السمنة، علشان خلاص هنبدأ ان احنا نسوي الفطير. فبندهن وشه كده قبل التسوية بالسمنة. ولو حابين في الخطوة دي انكم تضيفوا على وش الفطير قشطة فبيبقى تحفة جدا طبعا. دي اضافات بتبقى اختيارية على حسب رغبتكم. برضو بننقل الفطير من فوق كده بالقشطة وبنبدأ بقى نسويه. بس اهم حاجة ان احنا نضيف القشطة قبل ما الفطيرة تستوي على طول. يعني ما ينفعش ان احنا ندهنها قشطة ونسيبها وقت قبل التسوية. دي بتكون اخر خطوة قبل التسوية على طول. وكده خلاص الفطير جاهز معانا ان احنا نبدأ نسويه. في البداية لازم نشغل الفرن على اعلى درجة حرارة. الفرن لازم يكون سخن جدا. بنحط الفطير على الرف اللي هو ملامس للصاجة بتاعت الفرن على طول. يعني لازم يكون الفطير على درجة حرارة عالية مش هادية، علشان ناخد تسوية مظبوطة للفطير. اول بقى ما بيستوي معانا كده من تحت ونلاقيه اخد لون، لو الشواية مش بتشتغل مع الفرن بنبدأ ان احنا نرفع الفطير على الشواية. يعني بنحطه تحت الشواية علشان ياخد اللون اللي هو الحلو اللي احنا شايفينه ده. لو الاتنين بيشتغلوا مع بعض بنشغلهم الاتنين علشان الفطير ياخد تسوية مظبوطة. تمام. ده شكل الفطير بعد ما استوى معانا. شايفين ما شاء الله مورق جدا وطري وبجد في منتهى الجمال. جربوه بالطريقة دي ومتأكدة انكم مش هتبطلوا تحضروه. ونتقابل في فيديو جديد واشوفكم على خير.